يا صباح الخيرات والهنا عليكم يا رب. يا رب تكونوا بخير وانتوا تتفرجوا عليا النهارده. ولو اول مره تشوفوني انا زينب ودي قناتي، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو. هنعمل النهارده مع بعض كيك مالح نفطر بيه، طعمه حلو تحفه ان شاء الله يعجبكم، سهل ومش بياخد اي وقت. عندي في الاول كوبايه من الدقيق الاسمر، ممكن نستبدله بدقيق شوفان، وهحط عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر وهقلبهم مع بعض كويس. وفي بوله تانية هحط فيها بيضه بدرجه حراره الغرفه، وهحط عليهم نص معلقه صغيره من الملح وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وعندي هنا نص كوبايه من الزبادي حوالي 100 جرام. وعندي كمان 3 معالق كبيره من زيت زيتون، ممكن نستخدم زيت جوز هند وممكن كمان نستخدم زبده. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس لحد لما يختلطوا تماما. وممكن كمان نضيف اي بهارات احنا حابينها، بابريكا او زعتر. هضيف بقى الخليط ده خليط المواد الجافه اللي احنا حضرناه، وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس لحد لما يختلطوا تماما. هنقلبهم بالمضرب اليدوي او السباتولا. عندي هنا نص كوبايه من الزيتون الاسود، هستخدم ربع كوبايه في العجين والربع التاني هحطه على الوش. وعندي كمان كوبايه من الجبنه الموزاريلا، ممكن نستخدم اي نوع جبنه احنا بنحبه. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس لحد لما يختلطوا تماما مع بعض. وهو ده شكل الخليط اللي المفروض هحصل عليه، خليط تقيل كده. هنجيب بقى اي قالب ونحط فيه ورق زبده، ونمسح ورق الزبده مسحه خفيفه من الزيت. وهحط فيه خليط الكيك. انا هنا استخدمت قالب الانجليش كيك، طبعا ممكن تستخدموا اي قالب عندكم. وهحط بقى على الوش باقي كمية الزيتون والجبنة اللي احنا سيبناهم على جنب. طبعا ممكن نحط كل الكمية في الخليط، بس يعني على الوش كده بيدي شكل البيتزا شوية. وهيدخل بقى فرن ساخن مسبقا على 180 درجة، هيقعد في الفرن تقريبا من 20 ل 25 دقيقة على حسب الفرن بتاعكم. ولما تطلع من الفرن بشيلها من القالب واسيبها تبرد تماما. شوفوا قد ايه هشة وطرية، طعمها حلو جدا مش معجنة خالص، سهلة وسريعة ما بتاخدش اي وقت في عمايلها. من كوباية دقيق وبيضة هنعمل احلى كيكة مالحة نفطر بيها الصبح، حلوة جدا في اللانش بوكس، وطعمها حلو جدا ومغذية ومشبعة جدا، وبيعجب الولاد جدا. طعمها حلو بجد، لازم تجربوها. وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها، واستنى رأيكم في التعليقات. وهتلاقوا كل المقادير مكتوبة في آخر الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها أول بأول. باي باي.